والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. درسك دي أصول فقه مدقاشتنا الألفاظ من حيث الحقيقة والمجاز. هيفة زمان عربي والجداد أصول فقه هذا باعتبار كان حقيقة ومجاز. الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له لغة أو شرعا أو عرفا، أو بيوت زمان عربي دهات يدانان چه يا زماني بودانا بيتن يان شريعتي بودانا بيت مصطلح شرعي بيت يان جي عرف بيتن. ده بينساك يعني مثل الصلاة لغة الدعاء، لغة زمان عربي ده وقت بيجن الصلاة يعني دعاية، أحسي دعاية لافايا. وشرعا قد شريعتي ده العبادة المعروفة بأفعال وأقوال تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم. أما أكتب ساك مصطلحك شرعي وقت بين وأقيموا الصلاة يديرك أو طاعته بتذكرين يبربلاف ينياس أي ناسياركو بقوتنو كريارا بيكتن دس بقت الله أكبر وبدون ما هكتب شدشتي السلام عليكم صلاة. وكذلك الزكاة شيء نفيج يعني زكاته لغة إنما زمان عربي ده بوشات يقولون زكاة بوزيدابونه. وشرعا أما مصطلح شرعي فقهي الزكاة المعروفة زكاة أم حميد زاني. وعرفا باش عرفا شدشته مثلا وقت كلمة قد دانا حقيقة مثل الشاة تطلق عرفا على الذكر والأنثى من المعز باشا ذي قبل زمان على بيدا بزن تيتاغوتن بوشو تشتي لنك عربا بونيرو ميا تيتاغوتن باشا أفت بوبازي بو هردو كده تيتاغوتن بجنة الشاة يعني قبل حقيقة شدشت حقيقة هند جرى مصطلح يعني لغوية يعني شرعية ينجي ما تعرف عليه الناس ينجي خلكي مصطلح كيداني بو فلان تشتي بزنفي حقيقات باش. فبين المجاز ما هي المجاز اللغوي؟ المجاز اللغوي تشتشتا هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. دي كلمة كبكاريني لفظة كبكاريني نبوي أو بهات يدانان بوشي لعلاقة إجبر علاقتك جريدانك مع قرينة مانعة بوشي تشنكي مع قرينة كهما دليلك هي يبقى ريجر مانعة من إرادة المعنى الحقيقي تشنكي دليلك ما هي أمناش المعنى راسي بوبدانين مثل قوله تعالى شكرا رب العالمين جل جلاله فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. جعل الجدار مثل الإنسان في إرادة الانقضاض. أكيد طلب بس قصة موسيقى خضري أقول دي ديوارك بو داخو إخيتا يعني كشوقة في إنسان في تخبي خيتا عين ديوار جواليك في ما تشدش أمناش معنى حقيقي بيني طبعا دي فرق عند علماء كو أدبيجن عند بيجن في المجاز اللغوي. طبعا المجاز اللغوي بيتسع قسم الاستعارة المجاز المرسل المجاز العقلي. الاستعارة تشدش كلمة استعمل في غير معناها الأصلي استعارة أو زمان عربي ذا كلمات بتبكارينان نبو معنوي أذا أصيدة تبكارينان بوشي لعلاقة المشابهة بينهما شنكي جريدانا كابيك ذهي يا شو تشتيه هشتيكا مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. وقال هندي دليلك جيماي هاي ومنش المعنى الأصلي درس بدينه. والاستعارة أصلها تشبيه حذف منه المشبه أو المشبه به. أصل الاستعارة شهد كذا جذا بوبت التشبيه بلاغة كود بيني التشبيه كو أصل ذا يان المشبه ديتا راكدا يجي المشبه به أفتشح هذا لقد بيجي زيد كالأسد في الشجاعة يعني في شجاعته زيد هشتي شيرية جيا كتير باشا زيد مشبهة تشبيه جبك بشيري مشبه به أو جا استعارة يان زيدي راكي يان جدي شيري راكي باشا مثل قولي تعالى شي قلنا رب العالمين جل جلاله رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا.
شبه انتشار الشيب في الرأس بانتشار النار في العشب اليابس. زكريا صلاة خود سربن وقت خدا خازا کوری کریم چو گوتی کاچوا بگاوه آگر بر بیت پیشکی یحشک گوتی تو سلامي جي چلی دیتن بلاوت بیتن يسبيد بیتن وحذف المشبه وهو النار مشبه جبر باشا ورمز للنار بعض وإشادة عندك صفات آجري وهي الاشتعال كو آجر بذبونه والعلاقة بينهما هي المشابهة بسرعة الانتشار. علاقات كم بين دار بين زكريا إذا استوصل سربا وأبي بيشيو آجري بلافبونا لازبونا شو تشتيه كل لازي اتكتن اف آجر الدربي تدفيش هني عينه خسريجي زي سبيد بيتا باشا بجنبه الاستعارة. أما تسأل الاستعارة إيش أنواع المجاز اللغوية. المجاز المرسل شتشتها هو كلمة استعملت في غير معناها الأصلي. هذا جي نفسي تشتيها دي كلمة كين الزمان على بذا نبوجه بيدرسته في معنى الأصلي لعلاقة غير المشابهة. يعني علاقتك هي بس نتشبيها يا استعارة تشبه استعارة تشبيه بو يا مجاز المرسل نتشبيها مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. أبي تشنكي باعتبار هذا دليلك هي أن شيء معنى أصلي درس ديني. قال تعالى رب العالمين شو واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. صدق يوسف صلى الله عليه وسلم وتبسيارة جنديكا القرية مراد بها أهلها مجازا مرسلا علاقة المحلية أي إطلاق المحل وإرادة الحال. فبأكش أنواع علاقنا يتي مجاز المرسل بسيارة جنديكا يعني بسيارة خلق جنديكا بجانب مجاز علاقة محلية يا جهية ما بحثي جهية كذي بس مرة ما بيتشا سرو بريوانا أو خلقي بيري يعني واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية قلت بصير خلقي بيري باشا. هذا المجاز المرسل. الاستعارة تودي كلمات يبكارني بنجه بيشنك علاقتك هي تشبيهها. مجاز المرسل كلمة درست بكارناني بوجه بيدرست بس نتشبيهها سبب تشبيهها. باشا المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما يقوم مقامه إلى غير فاعله أصلا مع قرينة تمنع أن يكون الإسناد حقيقيا. أو تبيجي فلان تشك فلان تشك فلان كار يبيرابوي يعني فلان كسي بيرابوي بس نبو خدانه تبيجي بوشي تشنكيتا رجراكي هاي مثل هشيش تشتي أطلق الأمير السجناء أميري سجني بردان فالأمير لم يطلق السجناء بنفسه أميري نشوى درك السجناء باكرين وتبدأ كابن وإنما تسبب في إطلاق كذاكش حالة تويا. أما أي سبب يعني أمر دا أميري أمر دا شبكة كوسجني بنبات باشا برا يعني الاستعارة المجاز المرسل المجاز العقلي أفهرس الطبيعي المجاز اللغوي نعم باشا. ومطببات المجاز بابات جلا كبر فرحة. ما هي الكناية صحبتها الكناية لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى. كناية قلت لك تدي بيجي عندي بعد دي بيجي مباشر وينا بيجي بس يبي ذا كده ضايع وتثبيت معنا ودرجي هندسة دي بيجي ساعة مثل شيء شدشت. الغائط هو المكان المنخفض من الأرض. الغائط زمان عربي ذا بوجه ابن بيتن جهة نزم ذا قوتن وأصبح يطلق بالنقل والكناية على قضاء الحاجة. أو جاء أحد منكم من الغائط هكيك شواش جهة نزم هاد أبو شو هذا قوتن ذا قوتن بكنايات غير مباشر ابن بيت بوجتشي بو تارته بو إنسان هكا وجه خوب قتينتن ويجوز إرادة المعنى الحقيقي وهو المكان المنخفض وتشريج يوم بحسي جينز يجي بكي هم هر بيجي خائط يعني ده شيء كنايات بكار بيني بمعنوية درس جي وتشريج غير مباشر جي بيش. يعني مثلا قبل دو ديليك هيفن اكدي بيشتن أسنا كوري حاشا زنا كريمة أسنا كوري زنا كريمة ليك تمشي شريكة يدي دي شو دي جايتن يعني حاشا ما تبغى بيش بدير باش حاشا كوري هذا بيجي كناية باشا دي فينا مجهودي. ده بين دلالة المنطوق
كان يبت الصحبة دلالة المنطوق علماء أصول بحث كريم ما هي منطوق صريح ومنطوق غير صريح. منطوق صريح وهو أن يكون اللفظ مطابقا للمعنى كلمة بدأ الزمان عيدة القرآن ده حديث هذا نفسي معنى خبزة مطابق بيتا أو متضمنا له يانجي تشتغل خبا بريت بكي بالي ما بحسي قوتي أختي ما بحسي قوتي أم بيجين مال مرمى بي ديوار بيتا وهو المعنى المستفاد من صريح اللفظ أو معنى إشكالي تواردي لي أعطيته بصريح البيش قبل بالبيرا بيتا صريح العبارة بيتشا كوتشي هم درسته مثل قوله تعالى قلنا رب العالمين جل جلاله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أنا في جيبك الزكاة مالخ بدن. ومنطوق الآية وصريحها يدل على الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. هما قلتنا آياتي وصراحة يشتما أمر بتين نفيجي بكم ودا زكاة مالخ بدن. هذا كيش منطوق صريح. ما هي منطوق غير صريح قلتنا غير صريحة مثل قوله تعالى قلتنا رب العالمين جل جلاله واسأل القرية بسيارة قندي بك باجري بك فالقرية لا تسأل ما دي بسيارة دارو بركة دي بسيارة شرعية والتقدير تقدير شو كشته واسأل أهل القرية يعني بسيارة خلق قندي بك. ومنه قوله تعالى في بابته منطوق غير صريح قلتنا رب العالمين جل جلاله وفصاله في عامين دلت إشارة النص غير الصريحة أن أقل الحمل 6 أشهر. طبعا شو قلتي وفصاله في عامين هكملوا بتشيكا كي ذاك تشيري حتى توصل حقي هي بخط بشينجت حقي هي شيل ذاكي بشيك دي باشا وفصاله في عامين ما إشارتك هي نصا كذا هي غير صريح كو حملش خلقك يمتر بتشيكا هي ششي بيش بوشي هكر جنكا كي شيك شاكي شيكر وبتشيكا كي ششي بينا حاشا ظلام حقينة كمان كيف حاشا بيشتاف بتشيكا هناي منه إلا بدنا هي لا حتى ششي بيش ما فاش كي باينه ما فاشنا من قوله تعالى قلتنا رب العالمين جل جلاله وحمله وفصاله 30 شهرا شتي بحسي بتشيكي كري جرام بينا دايكي بتشيكي او شير ذاكرنا بي سي هيدا جرام بونا دايكي باشا ودقال شير ذاكرنا بي سي هيدا دي باشا آتا بري واتشو قد وفصاله في عامين دو صال دي باشا 2 صال بنا كان هيف دي بنا 24 هيف 12 24 هيف دي تاميني بوسي هيفا وتي فيديو بوس 30 شهرا سي هيفا شاش هيف دي مينا. وقوله وفصاله في عامين أي انتهاء الرضاعة في عامين أي اتصالاته شيفا كذا فعرف من ذلك أن أقل الحمل 6 أشهر عندما ظني تشتشتا يشخرك كمتر كو بتشيك بتسر دنيا حتى شاشي وجبان هندجي وقت أبو بتهنت وقت عمر إذا تشوب رضي الله عنه ظلمك جنكو أخوينا قلت حاشا جنكو مخربية كري وعمري بتشيك من كمترشنا هيدية شاشي وحفت هيبو شاكي وصاب وتشي بيجنك راج ما بثيجنك قلت متشناكريا إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفات هني بكارينا قلت أي أمير ما تقول لنا 400 وهو حمله وفصاله 30 شهرا. جاء عمر قلت هكرتنا بي لولا أبا الحسن لهلك عمر قلت هكرتنا بي علي أبو الحسن قلت هذا شو مهلك دفجن كهني كوجم داتي هم يكيم خرابي العياذ بالله. ساكن هذا كان مهمة أبا منطوق غير صريحة ده بين دلالة المفهوم أبا منطوقة أبا مفهوم ده بين مفهومي ونفتير جهيدا هو المعنى المستفاد من اللفظ أبا لفظك بيتا تيجهي تفيدي يعني توصل فهم كي وإن لم ينطق به النص وهكذا نص بصراحة نقول بيجي وإنما يفهم منها ما وصل جيت تبرجرته وصل جيت تبرجرته جيت فهم كده مثل قوله تعالى قلنا رب العالمين جل جلاله فلا تقل لهما أف نبج دي بوت أف المفهوم منع ما هو بما فوق كلمة أف وختام تيجهين معناه أوش بترش أوفيجي ناتي بدون أوف بيجيتا يعني هم أوف بتاني بيتا لا
هر تشكي دي باب عزبا ناتمر بيشت تبين النواع المفهوم من النص ماجي سيجورتين يتكو بمفهومتين قوتن اش نصوص الشريعة ما هي مفهوم أولي أن يكون المفهوم المسكوت عنه أوليا في التحريم أو خلت أنا قسيم كوتي وقت الصاري قرآني بصراحة يعني حديث بصراحة نقول بيجي يا بيدانك ديشات بس هما مباشرة مفتد جهتن شدشتي اتحرام بوني ده مثل شي قلنا أف للوالدين أولي في المفهوم تحريم ضرب الوالدين يعني تختلف فيه طب العالمين بيجتن نبي دي بابا أف حرامة يعني اوتوماتيكي انت تجاهين يا او لا ترو شيء ترشدشته ودي باب ناشد بين قطان باش في اولي او لا ترى وهيك اوف شينا بيتن هيك اوف شينا بيتن هما اوتوماتيكيا دي فرادتن وحاشا مروف دس كده دس خوب انك تحاشا بدي باب تخ بزبي مفهوم اولي ما هي مفهوم مساوي المقابلي برامبري وهو ما كان المفهوم مساوي في الحكم مع المنطوق به وقت ما فتت جهيتن نزيكي برامبري بيتن وحكمي جود بيجي مثل قول تعالى قلنا رب العالمين إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار المال اليتيم تخون بالظلم بتاعتاوي بخالتي هم أجري كان يخون فالمنطوق تحريم أكل مال اليتيم أو رب العالمين في شو قلتي حرام مروف مال اليتيم بخوتن والمفهوم المساوي وممتد جهين برامبريه تحريم إحراق مال اليتيم مروف مال اليتيم بصوجته لأنه يتساوى هو والأكل شو مروف بخوتن يا مروف بصوجتن يا بيتشو بلا شبكتن ما هشتيوه معنويت همي حالتها قلناها مروف تصرفت مال اليتيم بكتن بظلم وتعداوي ينجي بصوجتي ينجي خراب بكتها مفهوم أولي مفهوم مساوي ما هي مفهوم مخالفة مفهوم مخالفة شدشتا هو دلالة ثبوت حكم مخالف للمنطق آيات حديثة تشتكي قوتي تبقى هي عكسية بجانب مفهوم مخالفة مثل حديث في سائمة الغنم زكاة دل بالمنطوق أن الغنم السائمة وهي اللي ترعى بنفسها فيها زكاة أو حيوانة پیغمبر سنگوت أو حيوانة بخوت تشاريتا الزكاة تداحي أبا پیغمبر صراحة قلت أو حيوانة أو بازي بخوت تشاريتا الزكاة تداحي ودل بمفهوم المخالفة أن الغنم المعروفة التي يشتري لها العلف لا زكاة فيها. وقت پیغمبری صلى قلتي أفا بخوت تشاريتا الزكاة تداحي معنوي شيء عكسي كل مفهوم مخالفة أو مروف على في الداتا أو مروف ترى دريت كتن الزكاة تدانينه باشا برا زكاة تدانينه باشا برا أفا مختصر درس أفريقيا وما أولك بحثي حقيقة ومجازي كده ما قلت حقيقة أو بيذات شريعة بأفو تدبقرين بخو يتشيء لغوي بتن ينجي شرعي بتن ينجي عرفي بتن بشين جي ما قلت مجاز ما هي مجاز لغوي ما هي بتا استعارة ومجاز مرسل ومجاز عقلي وكناية جي بشين دي فراتتن بشين جي ما هي دلالة المنطوق ما هي دلالة المفهوم أو جي ما بتفصيلي بحث كير وذلك بس بتن والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.